لو انت شغال في مجال السلامة والصحة المهنية وبقالك سنين وقاعد دلوقتي بتسأل نفسك انا ليه واقف مكاني؟ ليه بشتغل بنفس المرتب؟ بقالي سنين نفس الظروف. بتفكر تشتغل بره مصر في مكان كبير وبمرتب محترم، لكن كل ما تقدم على فرصة تحس ان في حاجة ناقصة. السبب مش في انك مش فاهم شغلك او مش انك كفء، لا، الحقيقة إن سوق العمل بره مصر وخصوصاً الخليج وأوروبا بيطلب معايير مختلفة. الشركات الكبيرة في السعودية والإمارات وألمانيا وغيرها مش بس بتدور على ناس عندها خبرة محلية أو هتعتمد في تعيينك على اللي انت اتعلمته في السوق المصري. الشركات دلوقتي بتطلب إنك تكون مؤهل دوليا. مؤهل دوليا يعني معاك خبرة، معاك شهادات دولية تثبت ان انت فاهم نفس المعايير اللي الناس بتشتغل بيها بره مصر. لو قدمت على وظيفة في شركة زي ارامكو او اعمار، اول حاجة هتتقالك خبرتك عظيمة، ولكن بس في مصر مش هنا. هيسألوك في معايير دولية انت عمرك ما سمعت عنها. هيسألوك عن شهادات ومؤهلات دولية اللي لازم تاخدها علشان توصل للمستوى ده. ساعتها بتعرف ايه؟ ساعتها بتعرف ان اللي بيفرق مش السنين اللي اشتغلتها هنا بقى بيجي دور دبلومة السلامة والصحة المهنية وفق معايير الأوشا الأمريكية. دي شهادة دولية معلومولة علشان تطلعك من النقطة اللي انت واقف فيها دلوقتي وتفتح لك أبواب كتيرة وجديدة في حياتك المهنية إن شاء الله. شهادة دولية باعتماد الناس الأمريكية، مركز اللي بيقول للشركات الكبيرة إنك فاهم المعايير العالمية، جاهز تشتغل في أي مكان. الدبلومة دي بتغطي عندنا جزئين رئيسيين. الجزء الأول بتاخد معايا الأوشا كونستراكشن، ودي اللي بتركز على معايير السلامة الخاصة في مواقع البناء والتشييد. هتتعلم فيها إزاي تتعلم أو تطبق المعايير الدولية في تأمين المواقع، التخطيط للطوارئ، تتعامل مع أي حادث ممكن يحصل معاك. الجزء الثاني هو الأوشا جنرال، والأوشا جنرال هي المواصفة الخاصة بالصناعات العامة. ينفع نطبقها على أي صناعة، شغال في مصنع، شغال في مستودع، شغال في مكتب. بتتعلم كل حاجة عن التعامل مع مخاطر الكهرباء، مواد الخطرة، تصميم أماكن العمل بحيث تقلل الحوادث وتحمي العمال. اللي بيميز الدبلومة دي كمان إنها بتجمع بين التدريب العملي والنظر. يعني مش هتسمع بس كلام وتحفظه، لكن هتعيش مواقف حقيقية حصلت في مواقع شغالة فعليا. مثلا هنتعلم ازاي نخزن المواد الكيميائية بطريقة صحيحة، ازاي تنفذ خطة اخلاء في الحالات الطارئة، ازاي تعمل ريسك اسسمنت او تقييم مخاطر، ازاي تظبط الارتفاعات اللي هنظبط عليها نقط الربط الخاصة بحزام الامان اللي بتخليك كمان جاهز لاي اختبار او موقف عملي بعد الدبلوم. احنا بنجهزك كل التجهيز باذن الله لكل اسئلة الانترفيو اللي ممكن تقابلها. لو كنت مقدم على شغل في شركة زي اوراسكوم او ارامكو او اعمار، او حتى بتدور على فرصة في الخليج، هنساعدك تفهم ايه الاسئله اللي ممكن تسالها وازاي تجاوب عليها. والاجمل من كده ان احنا مش بنسيبك بعد الدبلومه، لا، ده احنا هنجهزك بكل اسئله الانترفيو اللي ممكن تقابلها لما تقدم على وظيفه بره مصر. هنعلمك ازاي تشرح خبرتك وتربطها بالشهاده الدوليه اللي انت حاصل عليها معانا، وهنساعدك كمان تتكلم بثقه عن شغلك بلغة السوق. شوف الفيديو ده علشان تعرف أكتر عن الدبلومة وكل تفاصيلها، وإزاي تحجز مكانك معانا في الراوند الجاية من خلال الرابط اللي هيظهر معانا دلوقتي.